بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. النهارده مباراة الاهلي والمصري، ان شاء الله الاهلي يفرحنا النهارده ويقدم الاداء اللي احنا مستنيينه منه كزملكاويه ان شاء الله. مباراة صعبة والمباراة قوية، والنادي المصري منافس الحمد لله مش سهل، يعني 3 نقط على كف عفريت. والنهارده كمان قرار لجنة الانضباط بخصوص مباراة القمة اللي الاهلي انسحب منها ويعتبر مهزوم بنتيجة 3-0. ولكن طبعا عشان احنا في الدوري المصري وننوس عين الدولة بيلعب في دوري مرجان احمد مرجان، فلسه قرار الخصم ال6 نقط لسه ما طلعش، عشان خاطر الطرف اللي هيتخصم منه النقاط المرة دي هو النادي الاهلي ننوس عين الدولة. فان شاء الله مستنيين القرار يطلع النهارده ونفرح، يبقى 6 نقط، 3 من المصري و3 نقط من قرار العقوبات ان شاء الله. وبكده ان شاء الله مركز نادي الزمالك هيبقى المركز الثاني ويقدر يلعب في دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي بقى بصفقاته بملياراته بسلطاته ببابا غنوجه هيلعب في دوري في الكونفدراليه السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.